اشترينا ميكروفون زمان في الثمانينات، وكان معنا إمام كان يجي من قرية ثانية يخطب عندنا رحمه الله، وكان يصلي. تصوروا انه داوم عندنا، كان يجي عندنا للبلاد، يجي من قرية ثانية عندنا. ما عرفت نفسي الا ويجي عندنا دائما اكثر من 30 سنة او 40 سنة مداوم لا يغيب كل جمعة. فطرحت له مقترح مرة، قلت له بدل ما تكتب معك كتاب الفتوحات الربانية معك، ليش ما تكتب الخطبة بورقة أخف لك واطرحها بالجيب؟ قال والله إنه كلام صحيح. فتعب فكتب، كان يعطف ورقة حق البياض نصين ويكتب من عند إن الحمد لله نحمده تعالى، وطويلة حق البيحاني كتبوا، بعدين كان يلصقهم مع بعض وبرامين كلهم وبرامين الخطبة كلها وطرحهم. وجاء عندنا على سبيل يصلي، وصل قبل الجمعة الساعة 10 أو 10 ونص، كان 10 أو 10 ونص بالكثير، وعندنا نزل البريك توضي، دخلت نزلت توضي وصلي ركعتين، وواحد دخل من الباب الثاني من البلاد شل علي الخطبة من العمامة وخبيها بالجيب ومشي. وقت الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبنا قام الصف الأول الله يرحمه قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بدأ يأذن وبدأ يفتش. ما هل هذا؟ فكان يقول لنا احنا جالسين الخطبة مكسور الناموس ذي بزها يرد له بقعته. الناس مش عارفين الموضوع، ويعني عند الثاني ايش في مشكلة في حاجة، ويقول الخطبة كما يعطوا خطبة الجن. ما احناش دارين ايش الموضوع، لا احنا ولا الحاضرين ولا المؤذن. المهم بيكرر الخطبة السفيه ذي بزها يردها. من يعيك يردها قدام الناس؟ ما حد راضي يردها اصلا. المهم ما حد راضي. المؤذن قد عند حي على الصلاة ما عساش يتحمل ويسمع الخطبة، فلت وراح ضحك في الصرح. وريا لعنده قال له يا حاج ياسين الله يحفظك شل الكتاب من عندك انا واخطب من حالك. كان استحسن الفكره، قال ما يصلحش وانا قاعد بين ليسكون دكتور. قلنا الحين الله لا بز الخطبه وفتحنا النص. هي طبعا كانت الخطبه موزعه من شعبان رمضان شوال بالقعده الحجه، هو فتح على النص طلعت 6 شوال. وحتى هو لما خطب طرح النظاره كان يخطب الكتاب هكذا ويعين عندنا ويقول إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه، واصحابنا يدخلوا ويخرجوا ويدخلوا ويخرجوا داخل المسجد ويتخبروا على الماء وعلى المطر على الأمن يعني، ويعين عندنا ويعين عندنا ويقرأ إن الحمد لله يقرأ بس حسوا علينا. وبدأ أما بعد فمن صام رمضان وأتبع 60 شوال قال ودخلنا شوال. وقف شوية وعين عندنا دواء. تصور انت دواء بالميكروفون دواء. شويه مره ثانيه يعيد واحنا جالسين مستمعين وعاد بيقرا بيواصل، ما معكم للدخله والخارج. وسكت شويه قراش في المسجد. المهم بطلت الصلاه بطلت الخطبه. رجعوا قالوا خلاص صلي بنا، صلينا وكملنا وتوكلنا على الله وراح. كان قال لي واحد خلاص نصلي والخبر قوه والخطبة انزل. أقام الصلاة وصلينا وخرجنا وكان حزين من كل قلبه. والله ليش هكذا؟ احنا جينا نصلي، احنا جينا نعبد الله، جينا نتقرب إلى الله، منو ذي بس الخطبة؟ ليش هذا من الباطل؟ منو محبوط العمل ذي شلة أحبط الله عمل الدنيا وآخرة. والله أحبط الله عمل الدنيا وآخرة، أحبط الله عمل الدنيا وآخرة. لا تحاول أن تسيف أو تتطاول على إمام ولا على خطيب ولا على مؤذن ولا على شيخ أبدا. ليش يعني خلي أعراض الناس مباحة. إماما وخطيبا وشيخا وداعية وفقيها ومحدثا أبدأ أنا أتناول بالواتساب والتويتر والماسنجر والفيسبوك وغيرها من الوسائل، ونبدأ نتكلم عليه ونسبه ويعني يقل أدب عليه. ما قال هذا الخبر؟ ألا نحترم دعاتنا وعلماءنا؟ أي بلد يا أخي هذه عندنا في هذا البلد ما نحترم دعاتنا ولا علماءنا؟ من نحترم يا أخي؟ المغنيين والمهرجين والتافهين. نحن اليوم في زمن صعود التافهين، وأن ترى من يتطاول على العلماء الأعذاب، يتطاول على
علماء عاملين ملأوا الساحة علما. صاحبنا يأتي طالب علم ولا صغير ويتطاول على فلان، فلان فاسق وفلان ضال مضل وفلان لا تسمع له، وأظن أن هذا ليس فيه خير وليس من أهل السنة والجماعة. يا وليد يا وليد، من جوز لك أن تتكلم في أعراض الناس؟ من قال أن أعراض الناس مباح؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. ألم يقل النبي كف عليك هذا؟ مسك لسانك قال كف عليك هذا. لسانك مشكلة، أطلقت العنان لها.